كاس العالم. شجع المغرب في كاس العالم؟ طبعا لازم نشجع المغرب. المغرب بس ولا حد تاني كده معاه؟ لا هو المغرب عشان طبعا هي المنتخب العربي اللي باقي في كاس العالم طبعا. شرفنا بصراحه. مين افضل لاعب في المغرب شايفه؟ في حكيم زياش وفي لعيبه المنتخب كله بصراحه. المنتخب كله المنتخب كل الرجاله بصراحه. السلام عليكم. انا بصراحه بتمنى من كل قلبي نعدي اسبانيا باذن الله. هنعديها هيحصل ان شاء الله. اللعيبه دي كلها رجاله ان شاء الله. هيحصل باذن الله. اللعيبه دي كلها رجاله. عندك وجبات مغربيه طيب ولا كله مصري؟ لا وجبات مغربيه اشتغلتها في دبي طبعا. عندي كله مصري حاليا دلوقتي. كله مصري؟ كنا عايزين كسكسي كده ولا حاجه. شايف مين المميزين من لاعبي منتخب المغرب اللي فارقين جدا مع المغرب؟ طبعا حكيم زياش بالامانه. حكيم زياش اكيد طبعا. اشرف حكيمي طبعا. اكيد. اشرف حكيمي. يوسف نصيري. اللعيبه كلها لعيبه. ازيك يا حاج؟ ازيك يا باشا؟ عامل ايه؟ اللعيبه كلها رجاله الحمد لله والله. يرفعوا راسنا بس قدام اسبانيا باذن الله. وبحب فريق المغرب والمنتخب المغربي كله. يعني بصراحه لعيبه شرفونا بصراحه. لعيبه مين في مصر ما يشجعش المغرب؟ لا كلنا بنشجع المغرب. اكيد طبعا. المصريين كلنا بنشجع المغرب. روح جميله وطيبه منكم. بنحب المغرب وبنموت في المغرب. المغاربه فوق دماغنا بصراحه. يعني بصراحه هم تعبوا ويستاهلوا من الوصول اللي هم وصلوا له يعني بصراحه. يعني منتخب مجتهد جدا يعني. ربنا يسهل يوصلوا للنهائي والله على الله. رجاله ان شاء الله ويشرفونا قدام اسبانيا كمان ان شاء الله. نفسنا منتخب مصر يكون موجود والله. بس المغرب بسم الله ما شاء الله رفعت راسنا بامانه بجد والله. رفعت راس العرب كله بصراحه. شرفتنا كلنا. طبعا. اكيد. نفسكم طيب نوصل لنهائي كاس العالم؟ اكيد طبعا. صعبه ولا مش؟ رفرف في كاس العالم وفي العالم كله ان شاء الله. بصراحه شكله حلو وعامل جمال للمكان والله. عامل جمال وحلاوه ودلال وكل حاجه. بتتفرجوا على ماتشات المغرب؟ طبعا بنستناها والله العظيم. طبعا بنعيد الايام كلها. قاعده معايا بناتي كانوا قاعدين معايا في مصر. مستني ماتش والله العظيم اسبانيا بفارغ الصبر بجد والله. لان انا عارف الرجاله لعيبه الرجاله هتشرفنا والله العظيم هتشرفنا. لعيبه وهيبقى كلمه السر ان شاء الله ياسين بونو. لعيبه زي كلمه السر ان شاء الله ياسين بونو. ان شاء الله بعون الله. ان شاء الله يا رب. بندعي من قلوبنا يا رب وباذن الله عشان خاطر من اجل هذا المنتخب. اكيد طبعا. منتخب المغرب طبعا الجميل طبعا. وعشان انت جيت صورت عندي دعما لمنتخب المغرب الجميل اللي مشرفنا فعلا في كاس العالم. ان شاء الله فوز المنتخب المغربي على منتخب اسبانيا بطلع 50 وجبه طعام حبا بجد. حبا ودعما للمنتخب الجميل ده. منتخب طب المغرب العظيم. اعمل حسابي في وجبه. اعمل حسابي في واحده بقى. احسن واحد. بص احنا بصراحه كان نفسنا منتخب مصر يكون موجود. بس الحمد لله جه منتخب قدر يعوض المنتخب المصري وقدر يعوض المنتخبات العربيه كلها بجد والله. فنحن بصراحه بالاداء اللي اللعيبه بتعمله والله العظيم بجد فخورين جدا بجد والله. منتخب مصر ومنتخب المغرب واحد وهنشجع المنتخب المغربي ان شاء الله. بنشجع المغرب من كل قلوبنا. طبعا كلنا مع المغرب يعني ولازم كلنا كعرب طبعا لازم نشجع منتخب المغرب. الراجل ده بيلعب كوره اصلا بيحب حكيم زياش. كله مغربي النهارده يعني. مغربي. المغرب النهارده. مين يا جماعه اللي اكتر واحد شايفينه متالق مع المنتخب المغربي او مين حكيمي. بوفال وحكيمي. مين تاني؟ حد غيرهم؟ زياش برضه كامل شو. زياش. منير المحمدي طبعا. لما ياسين بونو غلط طبعا منير المحمدي طبعا ما حسناش بفرق. ما حسناش باي فرق طبعا. لما صح. بوفال يابا. سفيان بوفال. رقم واحد. سفيان بوفال. اكيد. طب وامرابط؟ طيب سفيان امرابط يعني مقدم اداء عالمي يا جماعه بصراحه. طبعا بيشارك في كل كوره بامانه الله. الصراحه المنتخب المغربي بصراحه مشرفنا منتخب في كاس رجاله. العالم بصراحه. والله منتخب رجاله ولاعيبه حلوه وزي الفل. مغربي